السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل شيز كيك على هيئة قلب. كل سنة وانتم طيبين ويا رب كده نحب بعض في الله ويبقى بينا قلوبنا كلها محبة لله سبحانه وتعالى. هنجيب 4 باكت بسكوت او 5 حسب الكمية اللي انت عايزاها، وهنضربهم في الخلاط كويس جدا، نطحنهم تماما وننزل عليهم بنص كوباية زبدة متسيحة حبايبي. واهم حاجة يبقى البسكوت عندنا هنا عامل زي الرملة المبلولة، اما نيجي نمسكه كده ما يتفرفطش، يتمسك كده في ايدينا زي ما انتم شايفين. شوفوا يا حبايبي ما شاء الله تبارك الله كده بقى جاهز. هنجيب بقى هنا عندنا يا حبايبي صينيه، نحط فيها اي شكل انت حباه. انا حبيت اعمله على شكل قلب عشان يبقى يا رب كده سنه جميله علينا اجمعين يا رب، بالحب والخير والسعاده عليكم كلكم يا حبايبي. المهم يا حبايبي هنحط بقى هنا ان شاء الله البسكوت بتاعنا، هنسويه تماما بظهر معلقه بظهر كوبايه، بالمعلقه بتاعه العسل بتاعتنا. المهم نساوي البسكوت كويس جدا في القاع كده، نحس كله متجانس ومتساوي عشان لما نعمل الطبقه التانيه يبقى متساوي عندنا كويس يا حبايبي ان شاء الله. ايوه كده احنا سويناها كده ما شاء الله. نخش على الوصفه التانيه. دي الطبقة الأولى اللي إحنا هنحطها يا حبايبي إن شاء الله بعد البسكوت. ده 2 كوبايتين حليب أو لبن، عليهم باكت كريم كراميل، معلقتين دقيق، معلقة نشا، 3 معالق سكر. وهنقلبهم كويس جدا يا حبايبي كده لغاية ما يتقل كده زي ما إحنا شايفين. دلوقتي بقى هنحط مكعب الزبدة بتاعنا اللي يدينا الطعم الجميل. هنقلب كويس جدا كده يا حبايبي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، يعني غنية جدًا وممتازة جدًا، والكريم كراميل مع النشا مع الدقيق عامل يعني صوص رائع ما شاء الله تبارك الله. هنسيبها تهدى شوية صغيرين. ودلوقتي يا حبايبي هنعمل الطبقة التالتة بقى إن شاء الله، طبقة الجيلي بتاعتنا. هنحط هنا كوباية مَيّة، سيبها تغلي كويس جدًا، وبعد ما تغلي كده نحط عليها معلقة سكر. مش هنسكر أوي عشان كل الحاجات عندنا مسكرة ما شاء الله، بسكوت مسكر الكريمة بتاعتنا مسكرة. هنقلبها كويس جدًا، وأول ما المَيّة تغلي هنحط عليها باكت فراولة، جيلي فراولة، وهنقلبه كويس جدًا يا حبايبي كده زي ما أنتم شايفين. وأول ما يدوب الجيلي هننزل بقى بكوباية مَيّة ساقعة عليها عشان خاطر توقّف بقى الحرارة بتاعتها، ونسيبها برضه تهدى خالص عشان لمّا نيجي نحط الطبقات ما يختلطوش ببعض، يبقى كل طبقة اتحطت وشدِّت، وبعدين نحط الطبقة اللي بعديها ما تمتزجش في اللي تحتيها. شوفوا يا حبايبي أيوه كده ما شاء الله تبارك الله غلي الجيلي بتاعنا. هننزل بقى بكوباية المَيّة الساقعة بتاعتنا، هنقلّبها كويس كده زي ما أنتم شايفين، وهنطفي بقى عليها النار كده هي خلصت خالص، وهنسيبها تبرد تمامًا. مش هنستعملها إلا لمّا تبرد تمامًا يا حبايبي، مش هنيجي جنبها نهائي. نروح بقى للبسكوت بتاعنا، هنحط بقى طبقة الكريم كراميل بالحاجات اللي إحنا عملناها ما شاء الله تبارك الله. تحفة إزاي! ما شاء الله تبارك الله عليها، بقت تحفة، تحفة، تحفة. هنحطها بقى في التلاجة يا حبايبي لغاية أمّا تشد خالص، وما تنسونوش في اللايك والشير. وبعد شوية يا حبايبي طلعناها وحطينا فوقيها بقى الجيلي بتاعنا، هنحاول نسلكها كده من الجناب من الصينية بتاعتنا علشان نعرف نطلع طبقة الجيلي ما تتقطعش مننا، ونفتح بقى ونطلعها. ما شاء الله تبارك الله أحلى قلب أحمر يا حبايبي. يا رب دايما كده تتلمي انت وحبايبك وولادك وكل أحبائك في الحب في الله سبحانه وتعالى. هنزينها يا حبايبي، وما تنسيش بقى في اللايك والشير.